صباح الهنا يا صباح الحب والسعادة والسرور، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشوني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده انا جايه اغلس عليكم كتير قوي قوي قوي. النهارده اخر فيديو معانا في فندق ريحانه. احنا طولنا قوي بصراحه، يعني انا مش عارفه ايه ده، يعني بقالي شهرين بنزل فيه، ايه ده ما بيخلص. انا اهو. بصوا يا جماعه، انا كنت عايزه اقول لكم المرجيحه دي عباره عن مرجيحه، بس مش عارفه هما كانوا تقريبا فاصلينها وما كانتش شغاله، مش عارفه ليه. بس انا كنت حابه ان انا اوريها لكم. دي المفروض ان انتوا بتقعدوا عليها كده وتفضل تروح وتيجي، بس هي كانت قبلها بيوم كان في حفله بالليل، فالدنيا كانت خربانه وبايظه خالص يعني. دي ملاهي كده صغيره كده للاطفال او كيدز اريا، يعني مش ملاهي، يعني بيبقى على ملاهي. معلش الهبل وحش او الجهل وحش، ما تزعلوش مني. بصوا بقى. دي مراجيح. ايوه. مرجحي يا توت اهي، مرجحي يا توت شبه البطه والله. بص بط. ها. يا نهار ابيض. بطه بتتمرجح. بريشها الابيض. آه، دي طبعا زي كيدز اريا كده خفيفه للاطفال الصغنطاطين. مراجيح، مش عارفه ايه، حاجات زي كده يعني. زي ما انتم شايفين. ده بقى يعني منطقة، يعني بصوا ده هناك كده، احنا المفروض نبقى رايحين على المسرح الروماني، وفي ظهرنا كده كان المطعم والكافيه، فعلى يميننا الريسبشن، او اللوبي. وده طبعا الجمل ده كده في نص حاجة تفاريحي كده. تمام زي ما انتم شايفين كده. وده برضو كده حاجة تفاريحي. مناظر. دي بقى البرجولات دي بتنور كده بالليل بقى، الواحد بيبقى قاعد جواها كده بتبقى منوره بقى. انا مش عارفه انا صورت فيها ولا لا، والله مش فاكره. وده برضه حصان، يعني انواع من انواع الترفيهات بقى. دي بقى دول بقى الناس اللي هناك دول. الحاجات دي روماني، يعني مش روماني اصلي يعني، لا مش اصلي. ده مناظر يعني تقليد. تمام. ده كده الكافيه او الكافيتيريا. انا صورت لكم الحاجات دي لعب طبعا بالفلوس، يعني بتحطي فلوس وبتلعبوا بيها. ده مصوراتي او استوديو اهي. دي بقى بالليل بقى بتشتغل، يعني هم ما كانوش لسه فتحوا يعني. بتدفع بتلعب يعني. كل الحاجات دي لعب. دي كده زي بازار كده، تشتري ميه، تشتري ايس كريم، تشتري حاجات زي كده. هدوم في. والشوز بتاعت البحر عندهم برضو كل حاجة، يعني هم عندهم كل. بصوا الماسكات بتاعت البحر. ايس كريم. صدقوا فات عليا ان انا اشتري من عندهم ايس كريم، مش عارفه ان فات عليا ليه كده، مش عارفه ايه الهبل ده. ماشي. ده شايفين كده كده بقى ايه بقى يمين بقى تخشوا بقى على الكافيتيريا بقى. برضو بصوا الماسكات، عنده كميه ماسكات غريبه قوي وشكلها حلو قوي. اهو احنا كده رايحين على الكافيتيريا، بس طبعا انا مصوره لكم الصبح ما كانش في حد لسه فتح. صفتوا صحيت من نجم عشان خاطر عيونكم. يلا بقى انزلوا بقى حطوا اللايك بقى، ما تنسوش لايك والاشتراك والكومنت. ها. اوعوا تنسوا. السلم اللي هناك ده اللي انتوا شفتوه هناك ده يا جماعه بيطلعكوا على المطعم فوق. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، ده مطعم اسيوي او هندي، مش عارفه كان صيني باين. تقريبا كان صيني. بيقدم ده بالفلوس، ده مش فري تبع الفندق. يعني ده عايز تاكل فيه بتدفع. ده بقى بالليل بقى الترابيزات والكراسي دي بتتفرد، وبتبقى الكافيتيريا يعني، او الكافيه اللي احنا بنقعد فيه. هناك بقى زي ما انتم شايفين بيبقوا عاملين عصاير ونسكافيه وشوكليت والحاجات دي كلها. الدكاكين دي يا جماعه دي مش دكاكين. دي بقى كل واحد فيهم بيفتح الساعة 4. بيعمل اللي بيعمل بطاطس، اللي بيعمل برجر، اللي بيعمل زلابيا، اللي بيعمل ايس كريم. حاجات زي كده يعني. كل واحد فيهم بيبقى متخصص بحاجة، مش بفلوس، ده بيبقى فري زي سناكس كده في نص النهار. دي صور كده عادي بنصوروا فيها. وده فرن فلاحين. في هناك ده مطعم برضو تبعهم. يعني انت مثلا لو عايز تاكل اكل فلاحي او فطير وعسل وحاجات زي كده، تخش المطعم ده. وده الفرن بتاعهم. دي بقى هي اسمها ايه انا نسيت. المهم الزحاليق بتاعت البحر. اكوا بارك. الاكوا بارك اللي عليها قوي دي جميله جدا. عايزه اقول لكم ان انا ما نزلتش من عليها اخر يوم دي، ويا سلام لو كنت اكتشفتها من اول يوم. شايفاها بس مش عايزه اطلعها بصراحه، خايفه منها، اظل خوافه قوي. جميله جدا. ده كده انا بصور من فوق، انا بصور من عند الكافيتيريا تقريبا. كنت عند الكافيتيريا، فالكافيتيريا بتبص عليها كده. تمام.
دي ارشادات يعني، خش يمين خش شمال، عايز تخش WC خش يمين، عايز تخش المطعم خش شمال كده. المنزل بقى ده السلم كده ينزلك بقى ايه على البسين. شايفين الصبار؟ واجيب الصبر منين؟ وهم زارعين الصبار ده كله. شايفين الاكوا بارك بقى الصغنونه اللي هناك دي بتاعت الاطفال. شايفين في بسين وفي بسين وفي بسين هناك. ده بقى يا جماعه اسانسير بانوراما. طبعا في ناس كتير قوي ما بتعرفش كلمه بانوراما دي، بس عايزه اقول لكم بصوا، شايفين كم النظافه اللي في الاسانسير؟ شايفين الازاز ممسوح جامد قوي. خلي بالكم شايفين. انا بتهيألي بقاله 7 سنين متمسحش. ده طبعا انتوا نازلين المطعم او طالعين بتبقوا شايفين البسينات وكده من الناحية التانية، بس هو محتاج حبة نظافة والله. لو عارفين بس لو هو يتنضف شوية هتلاقي الدنيا حلوة قوي. شايفيني انا بصور اهو. احنا كده نزلنا. افتح يا سمسم. عايزه اقول لكم ان هو انت بتركبي من هنا وبتنزلوا من الناحيه التانية، يعني لما بتروحوا فكانت بتبقى لخفنه بالنسبه لي يعني. تمام. انا رجعت لكم تاني بعد ما نزلت لنفس المكان. حبيت برضو ايه اوريه لكم تاني اهو. رائع. تصدقوا ان فاتت عليا فعلا ان انا اخش اتصور كمان، مش عارف يظهر ان انا فاتت عليا حاجات كتير. انا خلي بالكم بروح الاماكن اللي زي كده بنام، يعني مش بنام ان انا انام، يعني ببقى نايمه على نفسي. مكبره من كل حاجه وبشوف الحاجه ومش بعملها ومش عارفه ليه، يعني مش من النوع اللي بروح بقى اتبسط بقى وزقطط بقى اديله يلا ادي، لا ما تعرفوش بكتشف الحاجه بعد ما بروح. ايه ده كان في مش عارفه ايه البازار ده، يعني فاهميني بصراحه. هو الفندق كان مكفينا من ناحيه الميه. كان بيديك كل يوم ازازه ميه او كده، وانت يعني بينك وبين الهاوس كيبنج بتراضيه، يعني بيزود لك ميه وحاجات زي كده. لكن لكن ان احنا اشترينا ميه بصراحه، لا انا ما اشتريتش ميه خالص. استكفيت بالميه اللي معايا ما احتجتش. او زي ما انتم شايفين كده. وهي كمان يعني كان في ناس بتملى ميه من الكافيتيريا او من المطعم، كانوا بيخشوا مثلا معاهم ازازه ميه يخشوا يملوها. بس انا مش شايفاها ان هي حاجه لطيفه يعني، مش ظريفه يعني. يا اما انا اشتري يا اما زي ما قلت لكم كده بتدي للهاوس كيبن 20 جنيه او بتاع، بيديلك ازازه او حاجه، فمش بتكفيك. انت طبيعي الفندق بينزل لك ازازه وبتشتري عليهم ازازه وخلاص، كبر دماغك. بس ممكن بقى عشان بيبقى معاهم اطفال او عددهم كبير، بس هو يعني المفروض ان هو بينزل يعني الكميه دي كلها. تمام. المهم بقى انا مش هطول عليكم كتير، وما تنسونيش طبعا ده اخر فيديو معانا زي ما قلت لكم، وما تنسونيش في اللايك والكومنت والاشتراك. ويا ريت بقى كده لو تفعلوا الجرس. تمام. ايه يا عم الحاج، حلو طوب القماش اللي انت ماسكه ده والله، والغايات رغيفين عيش يا عم. والحصى حمار ده كنت عايزه انزل الراجل ده والله اركب مكانه، بس يلا بقى مش مهم، يلا حلال عليه الحمار. يلا شوفوا بخير، سلام.